اليوم جيتكم بواحد القصة ديال ضحى اللي عاشت فيها حب وآلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سميتي ضحى، في عمري 20 سنة. أنا الأخت ديالي الصغرى والأم ديالي، الأب ديالي متوفي. كنت من العشية للعشية كنجر أختي ونخرج أنا وياها. كانت ماما متصراني بزاف، كتعطيني يوميا نمشي نتقهوى انا واختي. واحد النهار خرجت انا واختي، مشينا لواحد الكافي كنتقهواو. تلاقيت بواحد الراجل شيباني، تكون في عمره 60 عام، جالسه هو بوحدو كيتقهوى وانا جالسه كناكل انا والاخت ديالي. كنشوف فيه كيشوف فيا كيضحك. واحد شويه هو يجي حدانا، قال لي بالصحة والراحة. قلت لي الله يعطيك الصحة، ديري تشربي شي حاجة؟ اي واخا، ايش تشربي؟ قلت لي عصير. سول الاخت ديالي، قالت لي صافي عطينا عصير. شربت عصير، بقيت مدرجة كنهضروا انا وياه، كنتكلموا وكنضحكوا. عجبتني طريقة الهضرة ديالو وعجبني اللون ديال شعره، اللون ديال شعره قري، وانا كنضحك وفرحانه. كيشبهني في الاب ديالي الله يرحمه. تعلقت بيه، بقيت يوميا كنخرج معاه وكنتلاقاو في نفس القهوه. كتمشي معايا اختي لمده 3 شهور وانا كنتلاقى معاه. واحد النهار هو يقول لي، هي لح ليا الهضره، قال لي تزوجي بيا. قلت لي امتى غادي تجي؟ بقى كيشوف فيا ويضحك. قال لي على انت باغياني؟ قلت لي قال لي نجي لداركم؟ قلت لي جي لدارنا. قال لي الام ديالك ما تقول حتى شي حاجه، سيري علمي الام ديالك وقول ليها واحد الراجل ها كيفاش داير وها شحال في عمره، باش منين نجي ما نلقاش الصعوبات. قلت لي ما تلقى والو الحمد لله. مشيت كنقري في ماما راه غيجي واحد الراجل، نتمنى ما ترفضيش، راه انا كنبغيه بزاف. ماما كصحابها واش راجل وسطاني يعني ماشي شيباني. واحد النهار عيط عليا، قال لي غادي نجي نهار الحد. قلت ليه مرحبا، وجدت راسي ومشيت للحمام. تهليت في راسي مزيان داك النهار، وما نكذبش عليكم انا زوينه بزاف، يعني ما نفتخرش عليكم. صافي جا شافته ماما دخلات، هي دخل عندي قالت لي اش هاد الشي يا بنتي؟ ها راجل كبير. قلت لها انا قلت لك اما ما بغيتو يا ضحى الله يهديك، راه راجل كبير. يا والو اما ما بغيتو. صافي قالت لي دابا تندمي. قلت لها ما ندم والو. صافي جاب تقضيه، جاب داكشي اللي خاص، دار معايا شهر ويعاود يرجع. قال لي لقاك مرتبه الامور ديالك ومرتبه الوريقات ديالك. مشيت قديت الوريقات ديالي، كان بخطوه بخطوه كيمشي معايا، كيمشي يقضي غرضه هو وكيمشي معايا انا نقضي الغرض ديالي. تسالينا الوريقات. صافي درت ضرب صداق، الحنه، الخاتم، درت كل شيء في القاعه. صافي مشينا سافرنا في واحد المدينه باش ندوزو شهر العسل، يعني ما مشيتش لدارو ديريكت. المده ديال شهر رجعنا للدار. صافي كنشوف في الدار كان فينيها بشويه بشويه على ذوقي. صافي واحد النهار قلت لي صافي انا بغيت نمشي للحمام، عييت ما ندوش هنايا، ضروني عظامي. قال لي صافي انا غادي نديك. داني تسناني فوق الحمام. خرجت، بقيت كل سيمانه هكاك فين ما نمشي للحمام يديني
ويعيط عليا، نقول ليه الوقت ما عادش غادي نخرج وتستناني قدام الحمام. واحد النهار وانا نتلاقى بالجاره، جلست حداها، انا ما كنعرفهاش وهي ما كتعرفنيش. صافي مجمعين بحال هكا، قالت لي فين كتسكني؟ قلت لها في الحومه. عدمن. قلت لها كنسكن عند با عمر. انتي حدايا. قالت لي واش هذاك الراجل اللي كيخرج من ديك الدار واش الاب ديالك؟ قلت لها لا داك راجلي. وهي غير بغات تقلقني، عرفات واش راجلي وعرفات وليداتو وعرفات الزوجه ديالو. قالت لي نخرجوا شي نهار. قلت لها ما كيخلينيش الزوج ديالي. قالت لي هانتي ها النمره ديال التليفون ديالي واعطيني نمرتك، الوقت اللي كانت فيه مساليه وما كانش راجلك اتصلي بيا. داكشي اللي درت، اتصلت بيها وانا فرحانه. صافي خاصني اللي ونسني. صافي راجلي داك النهار خرج، هو راه ماشي عند مراته الاولى وشوف وليداتو، انا ما فراسيش. قال لي انا غادي نتعطل شويه ضحى. قلت لي صافي مرحبا. صافي خرج هو، جات المراه قالت لي شوف يا ضحى، انا نقول لك واحد الكلمه وما تقلقيش. قلت لي شنو هي؟ قالت لي راه داك السيد اللي مزوجه بيه راه هو مزوج وعنده وليداتو. داخت بيا الارض. قلت لها اش كتقولي؟ قالت لي لا ما طيقتينيش نشوف واش وقيت ونديك حتى لعندهم الدار. قلت لها صافي. داك النهار انايا كاعيه ما مبيناش ليه. قلت ليه زربانه انا كيف تزوج بالزربه؟ زربانه نعرف ولادو. قلت ليه غدا غنمشي للحمام. خليه يلاه يومين باش مشيتي للحمام. قلت لي انا ضريني عظامي وبغيت نمشي للحمام. قال لي صافي انا نديك ولكن انا مساليش اليوم. قلت لي واش انت ما طيقش فيا؟ واش انا والسنه وحنا مزوجين ومازال ما طيق فيا؟ تقلقت، مشيت للبيت وسديت عليا. ويجي ويقول لي صافي نوضي سيري للحمام، انا طايق فيك. المهم جبت حوايجي بالزربه خرجت. تبعني، حسيت بيه، دخلت للحمام. صافي هو يقول صافي مرا مشات للحمام. وانا نعيط للمراه قلت لها دابا غديني عند دوك الناس. قالت لي واخا. شدينا طاكسي، ما غسلت ما والو، مشينا لعندهم. لقينا واحد المراه وواحد الدراري عايشين واحد العيشه لا يرثى لها. بقاو فيا بزاف. قالت لها المراه شكون هي هادي؟ قالت لها راه جارتي، هاد المراه راه جارتي وجبتها معايا. كبرات بينا مسكينه. مرحبا مرحبا، ربي لا ما عاد يجي عندي بنتي. ها كاين نمرة تاع التليفون. المراه قريبا وسطانيه، عندها شي 40 سنه. دخلت لي الخاطري. قلت لها واخ. صافي صيمانه وانا كنفكر اشنو غندير. شو الراجل اللي تعلقت بيه طلع مزوج. وانا هذاك النهار عيطت عليها قلت لها نتلاقاو في الحمام. قالت لي واخا. قلت راجي نمشي للحمام ولا كيطيق فيا كيخليني نمشي بوحدي. صافي شفت ليه الغساله غسلت ليها، دزنا من تما للصالون قادين الحاله. قادت هي مزيان مشات للدار. قلت لها قبل ما تمشي للدار قلت لها شوفي غادي تعيطي للزوج ديالك وغتقولي ليه راه عندي واحد المشكل اجي دابا. قلت لي صافي يا بنتي انا غادي نغامر. صافي عيط عليا قال لي ضحى انا نمشي نقضي واحد الغراض. قلت له واخا سير. هو غادي يمشي عندها. مشى يلا بغى يغوت عليها عند الباب. تلقاها شافها تخلع. كانت فاطمه سبحان الله تبدلتي بزيانيتي ودابا قالت لي واش نعمر لك نعمر لك برداتي؟ قال لها لا. يلا دابا نمشي نديك القهواي.
داكشي اللي كان كيدير معايا دارو معاه هذاك النهار. هو يعيط عليا في التليفون، قال لي راه ما غاديش نجي دابا ضحى، حتى الغدا ان شاء الله غنجي، سدي الباب السوارت. قلت ليه صافي. من تما تقلبت حياتي. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. تنسونيش حبيباتي من لايك واشتراك وشي كومونتير زوين. مع السلامه حبيباتي، الى قصه تانية ان شاء الله.